طويلة واتقسمت نصين منها نفس الضحكة ورسمة العين، تشوفها تتلخبط ما بينهم. ميك اب ارتست قد الدنيا وأهم مشاهير الفن تعمل عندها، وملهاش في النكد وما بيفرقش معاها حد، أهم حاجة راحتها النفسية، وبتحب الرقص والغنى. في صندوق أسرار نهال توأم غادة عبد الرازق، فيا ترى إيه أسرار حياتها وليه غادة عبد الرازق ما اتكلمتش عنها قبل كده؟ طب إيه موقف غادة من شهرتها على السوشيال ميديا؟ تفاصيل كتيرة قوي هتسمعوها معايا لأول مرة في الفيديو ده، فخليكم متابعين معايا للنهاية. نهال توأم الفنانة غادة عبد الرازق قلب السوشيال ميديا كلها، مخلية الصغير والكبير يتكلم عنها، وده لأول مرة تظهر في حياتها. الكل مستغرب وبيقولوا ازاي غادة عبد الرازق طول السنين دي ما اتكلمتش عن توأمها ولا جابت سيرتها خالص، وهي شبهها بالظبط، تحسهم توأم ملتصق. لا، واللي خلى الناس تستغرب اكتر انها مثلا ما طلعتش في فيديو دعمت اختها واتكلمت عن شطارتها في الميك اب. بس بقى اللي هيصدمكم انها مش توأم غادة عبد الرازق ولا حتى اختها، ولا تقرب لها من بعيد ولا من قريب. بس سبحان الله يخلق من الشبه 40، وهي دي من ضمن ال40 بس مكترة بزيادة في الملامح، يعني تشوفها نفس الملامح ورسمة العين وحتى الضحكة وتسريحة الشعر وطول كمان أكنهم واحد. تشوفها تبقى محتار هي دي غادة عبد الرازق ولا الميك اب ارتست نهال. الموضوع فعلا صعب يا جماعة، دول زي ما يكونوا واحد. نهال واخدة كمان من روح غادة عبد الرازق، يعني شخصيتها قوية بزيادة وما بتخافش من حاجة إلا من ربنا، لدرجة إنها لما دخلت العمليات كانت بتتكلم وتقول عادي، يعني كل اللي ربنا يجيبه كويس. ده غير إنها ملهاش في النكد خالص، ودايما بتنشر فيديوهات ليها وهي بتضحك. نهال مشهورة جدا على السوشيال ميديا، والحقيقة شهرتها مش بسبب شغلها خالص، ده بسبب الشبه اللي بينها وبين النجمة غادة عبد الرازق. كل مرة بتظهر فيها الناس بتفضل تتفرج على الفيديو وفي الآخر بتتفاجئ إنها مش غادة عبد الرازق. ويا سلام بقى على سعادتها لما الناس بتشبهها بغادة عبد الرازق، بتفضل ترد عليهم بضحك وقلوب. هو برضو معاها حق، محدش يكره يبقى شبه كوين الدراما غادة عبد الرازق، وطبعا هي بتستغل ده وبتنشر فيديوهات كتير ليها علشان تتكلم عنها والمتابعين يزيدوا ويجيلها شغل. اما بقى عن موقف غادة عبد الرازق فهي ما اتكلمتش عنها خالص ولا علقت على الموضوع ده، ومش عارفين بقى اذا كانت مثلا شافتها وحبت الموضوع ما حبتش تعلق، بالذات يعني ان اكيد قابلت ناس كتير قبل كده شبهها. في النهايه قولولي بقى، نهال بتشبه غادة عبد الرازق بنسبه كام من 10؟